الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الملك، والملك اسم عظيم ورد صريحا في القرآن. قال الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. وقال تباركت أسماؤه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فلا خلاف بين أهل العلم لورود ذلك صريحا في القرآن أن الملك اسم من أسماء الله الحسنى. وقد سبق أن بينا أن هذه الأسماء العظام هي لربنا ذي الجلال والإكرام التي لا يعدلها اسم من الأسماء، فالله تبارك وتعالى له الوجه الأكرم وله الاسم الأعظم وله كذلك سبحانه الأسماء الحسنى. فما معنى اسم الملك؟ هذا ما سنحاول عن طريق القرآن أن نفقهه أيها المؤمنون في هذا اللقاء. تلحظ أيها المؤمن أن الرب تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: الملك يومئذ الحق للرحمن. المدخل لهذا اللقاء في هذا اللقاء هو قول الله جل وعلا: يومئذ. ونحن نعلم أن الملك يومئذ في عرصات يوم القيامة، والملك اليوم هو لله. فلماذا قال الله جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن؟ الإجابة عن هذا تتضح فيما يلي. كلمة ملك تطلق على غير الله، كلمة ملك تطلق على غير الله، فالله جل وعلا سمى بعض عباده بأنه ملك. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال جل وعلا: يؤتي ملكه من يشاء. فكثير من أهل الدنيا يسمى بأنه ملك ويصبغ عليه صبغة أنه ملك، وهذا لا نزاع فيه بين الناس. لكن ما الفرق بين ملك الله وملك غيره؟ الفرق العظيم بين ملك الله وملك غيره أن ملك غير الله ملك صوري، فكل من ملكه الله جل وعلا شيئا قل أو كثر، حقر أو عظم، فإنه إلى زوال، وسلطته على ملكه سلطة صورية لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون صورة أو سلطة كلية، بخلاف ملك الله جل وعلا، فإن ملك الله جل وعلا ملكا حقيقيا لا يمار فيه أبدا. كيف يحشر الناس؟ يحشر الناس حفاة عراه غرلا بهما أي غير ممولين، ليس معهم شيء. عندما يحشر الناس غير ممولين ليس معهم شيء، ملوكا وعامة أمراء ومأمورون، عندما يحشرون على هذا الوضع يتضح أن ذلك الملك الصوري الذي ملكه الله جل وعلا بعض عباده في الدنيا قد زال عنهم بالكلية. فلهذا قال الله جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال جل وعلا في سورة أخرى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال جل وعلا في قرينة مقاربة لها: والأمر يومئذ لله، مع يقيننا أن الأمر يومئذ واليوم هو للرب تبارك وتعالى. إذن فهمنا من هذا أن ملك الله جل وعلا ملك حقيقي لا ينازع فيه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في مدح الصفوة من عباده والأخيار من خلقه أنهم يفيئون إلى جنته، فقال سبحانه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا تحرر هذا ينبغي أن نعلم كيف يتعامل المؤمن مع هذا الاسم العظيم. اسم الملك يشعرك أيها المؤمن ويغرس في قلبك اليقين بأن الله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء. عند الشدائد لا يمكن أن تفزع إلى أحد غير الله، لأنك تعلم أن ملكوت كل شيء بيد الرب تبارك وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فتأمل كيف نعت الله جل وعلا ذاته العلية بأنه بيده ملكوت كل شيء، وأن غيره تبارك وتعالى ليس بيده شيء من الأمر كله. هذا أول ما ينبغي أن يستشعره المؤمن إذا سمع اسم الملك الذي سمي به الرب تبارك وتعالى. سمى الله جل وعلا به نفسه في قرآنه العظيم: فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ملوك الدنيا إذا أعطوا غيرهم من ملكهم نقص ملكهم،
ونقل ما في خزائنهم. أما الرب تبارك وتعالى فإنه يعطي ولا ينقص شيء أبدا مما في يديه. وفي حديث أبي ذر القدسي العظيم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألة فذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أما ملوك الدنيا فإنه على قدر عطائهم يكون النقص في ملكهم. ثم غير ذلك أن الله جل وعلا حي باق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الخلائق فإنهم ميتون لا محالة، فكل ملك في الدنيا إما أن يزول هو عن ملكه وإما أن يزال ملكه عنه، إما أن يزول هو عن ملكه وإما أن يزال ملكه عنه. لذلك تأمل قصص بعضهم. المعتمد بن عباد بلغ في الملك شأوا عظيما، فبناته ذات يوم قدر لهن أن يخرجن إلى الحارات، إلى حياة العامة، إلى حياة السوقة، فرأينا النساء والفتيات والبنات يطأن على الطين فأعجبهن ذلك، فأردن أن يطأن على الطين، فأخبرن والدهن أي الملك أي المعتمد ابن عباد ماذا صنع؟ جعلهن مسكا وكافورا وياقوتا وخلطه ومزجه، ثم أمر زوجته وبناته أن يطأن عليه حتى يحسن التشبه بغيرهم، ثم زال عنه ملكه وسلط عليه من هو أقوى منه وحبس في سجن أغمات. دخلن عليه بناته على حال الله أعلم بها من الفقر والمسكنة ورثة الثياب وحافيات، بعد أن كن قد بلغن شأوا عظيما. فلما رأينه كما هن تغير حالهن له، هو كذلك رق لهن، فقال أبياته الشهيرة: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، إلى أن قال البيت الذي نريد أن نخلص إليه في مقامنا هذا: قال من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. على هذا ماذا ينجم أيها المبارك؟ أن المؤمن الحصيف العاقل يخضع لعظمة ربه، وعلى قدر خضوعك لعظمة مولاك تكون رحمة الله جل وعلا قريبة منك، وهذا من دلالة كمال عقلك وجمال خلقك، بل من دلالة يقينك أن تعرف أن الله عظيم وأن الله مليك مقتدر. المهدي العباسي أحد خلفاء بني العباس، أعطي سلطانا وجبروتا وعظمة، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان ابن أبي ذئب أحد علماء المدينة جالسا في المسجد، وحول المهدي حشمه خدمه شرطته حرسه. فلما مر المهدي بحاشيته على ابن أبي ذئب رحمه الله، قالت الحاشية لابن أبي ذئب: قم، هذا أمير المؤمنين. فنظر إليهم ابن أبي ذئب وقال بلغة العارف بربه: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فأرادت الشرطة أن تنهره، فقال لهم المهدي: دعوه اتركوه، فوالله لقد وقف شعر رأسي مما قال، والله لقد وقف شعر رأسي مما قال. ولا يمكن أيها الأخ المبارك أن تكون نظرة من جرب الملك وذاق لذته وعرف حلاوته كنظرة غيره، فهذا أمير المؤمنين يسود نصف الأرض آنذاك. ومع ذلك لما ذكر بالله وبقول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل ما يحمله من هيبة الملك تخلى عنه. ولهذا ذكر أن أحد خلفاء بني العباس في الزمن الذي تسلط عليهم فيه القادة وكانوا يسلبون الحكام ملكهم، لما أجبر على ترك ولايته، على ترك الخلافة وعلى ترك ملكه، قال في دعائه: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وهذه كلها مقارنات اضطررنا معها إلى أن نسوق شيئا من نتف التاريخ نؤكد به هذا المعنى العظيم في أن الله تبارك وتعالى وحده هو الملك. فإذا ثبت، وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، أن الله جل وعلا وحده هو الملك، وجب أن تفزع القلوب إليه تبارك وتعالى وتسأله.
وعلى قدر حسن ظنك بربك تبارك وتعالى يكون سؤالك. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان يعرف الله حقا، فلما عرف الله حقا عظم في سؤله وكبرت مسألته. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولعل هذا يأتي في الحديث عن اسم الله الوهاب بإذن الله، لكن هذا كله لا يمنع أن يندرج في سياق الحديث عن الله جل وعلا مالك الملك الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ومن عظمته جل وعلا المتعلقة بهذا الاسم العظيم أنه تبارك وتعالى يقيم دولا ويذهب أخرى، ويؤتي أحدا سلطانا وينزعه من الآخر. وتأمل هارون الرشيد الخليفة العباسي رحمه الله تعالى، كان له أبناء كثيرون، لكنه غلب على ظن أن الملك لن يصل إلا إلى 3 منهم، فقسم بينهم ولايات المسلمين آنذاك، وكتب ذلك في عهد وورقة أو أشهد عليها العلماء، ويقال إنه علقها بجوار الكعبة: الأمين والمأمون وآخر. هؤلاء ال3 ذهب ظن هارون إلى أن المعتصم ثامن أبنائه لن يصل إليه الملك لبعد الشأو والنسب، فلم يذكر المعتصم، أي هارون لم يذكر المعتصم بأي شأن في وصيته، إلا أن أقدار الله غالبة. ماتوا جميعا، تغلب المأمون على الأمين، وبقية الإخوة ماتوا في زمن المأمون، ولم يبق إلا من؟ لم يبق إلا المعتصم. وآل الأمر إلى المعتصم على خلاف ظن أبيه هارون. ثم إن كل خليفة عباسي حكم حتى دخل هولاك بغداد كان من صلب المعتصم. وفي هذا دلالة على قول الله جل وعلا، أو لا نقول دلالة، فالله جل وعلا تحتاج آياته إلى دليل، لكنها من باب الاستئناس. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.